اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل السردين المخلل او المملح التحفه اللي انتوا شايفينه ده، وهقول لكم كده على خطوات سهله وبسيطه هيطلع معاكي احلى سردين. ده السردين المستورد بيبقى حلو جدا زي الزبده. هنعرف في الفيديو بتاع النهارده ايه نوع السردين اللي بيكون حلو في التخليل، وكمان مده التخليل بتاعته هتكون قد ايه، وكمية الملح المظبوطة اللي نقدر نحطها على الكيلو علشان يكون ملحه مظبوط وما يكونش حادق ويكون لحمه طري كده زي الزبدة، لأن الملح الكتير بينشفه وما بيكونش حلو خالص. تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقة، ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين شكل السردين بتاعنا بجد تحفة كده ويتاكل حاف. في البداية كده أنا جايبة 2 كيلو من السردين ده، ما بحاولش أزود عن كده عشان يكون فريش، بعمل 2 كيلو ب2 كيلو. شايفين بقى السمكية دي حلوة جدا، بيبقى عليها القشور اللي انتوا شايفينها دي. السمكة دي يمني او عماني، يعني جاية لنا من اليمن او عمان، بس بتبقى حلوة جدا وبتبقى زي الزبدة، وبتبقى تحت الطبقة بتاعة الجلد بتاعتها نسبة كده من الدهون بتخليها تحفة في التخليل. هي بيبقى عليها القشور دي، احنا مش بنقشرها ولا حاجة، بنعملها بقشرها. في الاول كده هغسل السردين بتاعي. في ناس ما بتحبش تغسل السردين او الفسيخ او كده الحاجات اللي بتملحها، بس انا بصراحة بحب اديلها غسلة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، يعني غسلة من بره كده. ولو في حاجة في الخياشيم بنضفها، ممكن كده يكون في عفرة او تراب او اي دبانة وقفت عليه، او كمان من ايد البياع. بفتح الخياشيم زي ما انتوا شايفين كده وبنضفها، وبحط السمك بتاعي بقى ارصه رصه حلوه كده علشان هسيبه ينشف شويه من الميه بتاعته. اهو شايفين انا غسلته كده غسله حلوه، بس ما تحاوليش تضغطي عليه ولا تدعكيه كده باي حاجه ولا الكلام ده كله. دي الكميه بتاعتي اللي انا هعملها النهارده. انا زي ما قلت لكم انا جايبه 2 كيلو وفي اكتر كمان من كده، يعني ال 2 كيلو يمكن في حوالي 5 6 سمكات اكتر من كده، حطاهم في طبقتين. لما تجيبي السردين المستورد هاتي براحتك، يعني هاتي كيلو 2 3 براحتك. انا ما بحاولش ازود عن 2 عشان يبقى فريش معايا كده، كل ما بعوز بعمل 2 كيلو. لكن لو السردين الموزة البلدي اعملي كيلو بكيلو بس، لانه ملهوش عمر، يعني ما تحاوليش تزودي عن كيلو. لكن السردين المستورد ده ممكن تزودي شوية ويبقى موجود عندك في التلاجة، وهقولك برضو طريقة حفظه. انا رصيت كده السردين بتاعي في مصفى عشان عايزاه بقى يصفي كده من الميه، هو بيكون متلج. انا بجيبه وبفككه وبغسله وبحطه في مصفى زي كده، وبسيبه ان هو ينزل الميه بتاعته. الميه بتاعته والدم بتاعه كل حاجه، اي سوائل فيه بتنزل بالشكل ده. شايفين انا كده حطيته في مصفى وابتدات ان انا اميلها واحط تحتيه كده اي حاجه، بينزل بقى الدم والميه والسوائل كل اللي موجوده فيه في البوله اللي انتوا شفتوها دي. وحاولوا لما توقفوا كده السردين توقفوه على راسه عشان الميه اللي في الخياشيم كلها تنزل. انا جبت بقى منديل وابتدات انشف برضو اي بواقي ميه فيه، وبالذات الراس لان انا كنت موقفاه على راسه، فممكن يكون في بواقي ميه في الراس كده. فانا جبت منديل ونشفت كده اي ميه باقيه فيه، بنشفها بالشكل ده. حلو قوي كده. طيب عايزين نشوف بقى كميه الملح. انا هقول لكم على مقدار كيلو السردين الواحد. انا عامله 2 كيلو، بس انا دلوقتي هعمل معاكم مقدار كيلو واحد للتخليل. حطيت 4 معالق من الملح الخشن، ومعلقه من البابريكا، ومعلقه من الشطه. الشطه دي اختياري، عايزه تحطي كتير قليل مفيش اي مشكله. لازم يكون ملح خشن، ايوه لازم يكون ملح خشن. ما ينفعش ابدا تخللي ولا فسيخ ولا سردين بالملح الناعم، ليه؟ هينشف لك السمكايه معاكي، وهيبقى لحمها كده جامد وحادقه قوي. جبت بقى علبه اللي انا هخلل فيها وحطيت فيها كيس، يا ريت يكون ابيض ما يكونش فيه الوان، وما يكونش الكيس ملون، يعني يفضل يكون كيس ابيض. وابتديت ارص السردين بالشكل ده، يعني خلف خلاف، راس وديل راس وديل زي ما انتم شايفين كده. وحطيت بقى كل ما بحط طبقه، انا الاول حطيت في الكيس رشه كده من الملح والشطه والبابريكا اللي احنا عملناهم مع بعض، ورصيت السمك بتاعي. وكل ما برص كده طبقه برش بالشكل ده اهو. ما بحاولش اكتر قوي، يعني الاربع معالق على الكيلو حلو قوي، على الاتنين كيلو طبعا بتضاعف الكميه. وخلاص كده انا قفلت بقى الكيس بتاعي قفله حلوه، وما خليش فيه هوا في الكيس خالص. يعني حاولي وانتي بتربطي الكيس ما يكونش فيه هوا خالص، ولو فيه هوا حاولي ان انتي تطلعيه. وكده تمام خلاص السردين بتاعي اتخلل، وهقفل بقى العلبة وهسيبها كده في مكان المدة اللي هيتخلل فيه. بس في نقطة مهمة جدا، انا كل يوم بفتح كده العلبة وببدأ ان انا اقلب الكيس مرة كده ومرة كده، يعني يوم اخليه على الناحية دي واليوم اللي بعديه اقلبه الناحية التانية، عشان هو طبعا هينزل مية، فالمية طول كل السردين، هو مش بيطلع روايح خالص زي الفسيخ، يعني مش هتلاقوا اي ريحة خالص. انا حطيته في كيس كمان وسبته بقى، وكل يوم كنت ايه
ببدله مرة الناحية دي ومرة الناحية دي، يعني اقلبه مرة الناحية دي واليوم اللي بعديه اقلبه الناحية التانية، عشان زي ما قلت لكم المية بتاعته تطول كل سمك السردين. طب قعد كام يوم؟ انا قعدته 5 ايام. في ناس بتقول 15 يوم و10 ايام، لا خالص يا جماعة، اوعوا تعملوا حاجة زي كده. 5 ايام واقصى حاجة اسبوع، ما تزوديش عن كده. شايفين المية بتاعته تحفة ازاي؟ انا ما حطيتلوش زيت على فكرة، بس المية بتاعته هو علشان الدهون بتاعته عالية والمية بتاعته فيها كده زي زيت ده نازلة منه، انا ما حطيتلوش يا جماعة زيت في التخليل. شايفين بقى السمك طالع تحفة بجد، يتاكل حاف، شكله تحفة جدا. وكمان هفتحه معاكم دلوقتي هتلاقوه زي الزبدة. السمك ده بالذات يعني في التخليل بيبقى حلو قوي. وفي كمان سمك رنجة في السوق برضو بيبقى كويس قوي، بس انا بفضل السمكية دي لانها بتكون تحفة. شايفين المية بتاعته دي شربات يا جماعة، مش مية سردين، دي عايزة تتشرب. شايفين عاملة ازاي؟ بجد تحفة. طبعا ما بحفظوش في المية بتاعته، لان انا لو سبته في ميته اكتر من كده هيبقى حادق جدا. انا بجيب بقى السردينيه بتاعتي كده وببتدي ان انا اقشرها بالشكل ده. اقطعي بقى الراس والديل. بصوا بتتقشر معايا كده بكل سهوله، لان بقول لكم تحت الجلد في طبقه دهن كده تحفه. ما بجيبش سكينه وبقشر القشر، اوعي تعملي كده، يعني هو عليه طبقه كده من القشور كتيره جدا. ما تجيبيش سكينه كده وتقشريها زي الفسيخ، لا، انت تشيلي كده الجلد بالقشر. شايفين بقى من جوه احمر كده وزي الزبده، شايفين لونه كهرمان. ايه رأيكم بقى في السردين؟ بجد تحفة. انا هقشر واحدة كمان معاكم تاني، عشان طريقة التقشير دي مهمة جدا عشان تاكليه كده وتستمتعي بيه من غير اي قشور. بصوا كده معايا، انا بجيب واحدة السردين اللي انا هنضفها، وببتدي ان انا اقطع الراس والديل مش محتاجاهم، وبقطع الجزئية بتاعة البطن، وطبعا بشيل كل الاحشاء اللي جوه. وبمسك بقى السردينية بتاعتي كده من الجنب او من الظهر، بيبقى فيه زعنفة كده، بحط ايدي او بالمقص وبروح شايلة الجلد بالقشر. يعني ما تحاوليش ان انت تجيبي سكينة وتقشطي كده القشر، لا خالص، انا بشيل الجلد بالقشر اهو. شايفين بيطلع بكل سهولة، لان انا زي ما قلت لكم في طبقة دهن تحت الجلدة بتاعت السردين. خلاص كده انا نضفتها. بصوا بقى لما بفتحها بتبقى زي الزبدة. بشيل بقى السلسلة كده، والاحشاء بتاعت البطن طبعا مش محتاجاها. شايفين بقى السردين بتاعنا لونه كمان احمر من جوه وتحفه. واي شوكه تقابلك كده حاولي ان انت تشيليها. وجهزي بقى شويه عيش سخن وبصل بقى وليمون، ولو عايزه طحينه. بيبقى يا جماعه تحفه، اكله يعني من الاخر. جربوه على ضمانتي، السمكيه دي حلوه قوي في التخليل. شايفين بقى الجمال من جوه كده احمر ولونه تحفه وزي الزبده، والملح بتاعه مظبوط. عايزه اقول لكم بقى على طريقه الحفظ. انا بجيب السردين كده وبقشره بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبحطه في برطمان وبحط عليه زيت، ولو عايزه تحطي ليمون مفيش اي مشكله، بس انا بحط الليمون وقت الاكل. وتطلعي بقى البرطمان وقت ما انت عايزه وتاكلي منه، بيبقى روعه. وتسيبيه بقى في البرطمان كده في التلاجة، بيقعد معاكي شهر وشهرين. ممكن كمان تشيليه من الميه بتاعته وتحطيه في كيس وتدخليه الفريزر، وبرضه هتطلعيه بس في خلال شهر يعني، هيبقى حلو جدا. انا بتمنى تكون طريقتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.